وليد، ما يمكنناش نلقاو وصفه هادشي اللي وقع اليوم. المغرب في الدومي فينال ديال لا كوب دو موند، غراس توا الفضل ليك، الفضل لهاد الرجال. يوم تاريخي لكرة القدم الوطنية، شنو واقع اليوم هنا في الدوحة؟ ماتش تري ديفيسيل. شوف بدات من الصباح. اكرد ومزراوي ما كاينينش، السيس لعب بليسي، دخل مسكين حتى الماكسيموم، الدراري تقاتلوا وشفتوا الدراري هما جاو. كانوا رجال تاقوا اللي مهم هي المغرب دومي فينال. كنا بلاد الاول في افريقيا اللي كنا دوزنا لي بول في 86، دابا دخلنا في دومي فينال. طلعنا الرايه ديال المغرب والرايه ديال لافريك والرايه ديال العرب، بلاد عرب. الكوب دي موند في بلاد عرب كان مهم واحد البلاد تا هو عربي يكون هنا. مازال ما درنا والو وليد. لا مازال ما درنا والو بالحق. دابا المغرب يقدر يتفرقع اليوم، يبروفيتيو يوجدوا راسهم دومي فينال ان شاء الله. مبروك خويا، مبروك، فيليسيتاسيون. نعود اليك عادل. اول سؤال خويا العزيز، هل انت راك من المشجعين تاع المنتخب المغربي؟ وي بيان سور. وكيفاش راه يجيك الاداء نتاع المنتخب المغربي؟ مشرفين اخويا، الله يبارك، اداء بطولي، شرفونا كعرب وهم خاوتنا جاور جيراننا بالكل شيء. والنصف النهائي شحال تتوقع النتيجه بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي؟ ان شاء الله تكون مغربيه. مباراه توقع 1-0 المغرب ان شاء الله. اخي الكريم، واش رايك في الاداء تاع المنتخب المغربي في مونديال قطر؟ اوي نجيبها لك انا من التالي. الله يعطيهم الصحه، هذا الراي تاعي، كل واحد عنده الراي تاعو. الله يعطيهم الصحه، وانا واحد من الناس راني معاهم ان شاء الله يبيوها هم، علاش لا. واش تتوقع النتيجه في نصف النهائي بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي؟ هي باش ما نكذبوش على رواحنا، باش يجي منتخب عربي ولا منتخب افريقي ولا منتخب مسلم ويربح ثلاثه تاع المنتخبات الاوروبيه مثل بلجيكا واسبانيا وبرتغال، ماشي حاجه سهله. كيما فرحونا، ان شاء الله يزيدوا ينحيوا فرنسا من الطريق ب1-0 ان شاء الله. هذه هي، ودائما كما يقولوا هما ديما مغرب ومع المغرب. ديما مغرب رانا معاهم، باش ما نكذبوش. انا الراي نتاعي رانا معاهم، رانا عرب، رانا مسلمين، رانا نساب، رانا خوت، وان شاء الله علاش لا هم يعبيوها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك اخي. وفيك بركه، الله يوفقك. خويا العزيز، واش رايك في الاداء تاع المنتخب المغربي لحد الساعه؟ المنتخب المغربي راه يلعب فور. الله يبارك. ولا في النصف النهائي بين او ضد المنتخب الفرنسي، واش راك تشجع؟ واش تشجع؟ انا المغرب. هما عرب وكاع فرنسا زعما. بيان سور خويا، الله يحفظك. وي المغرب راه في القلب كيما دوزيام. الله يحفظك. والنتيجه المتوقعه؟ ان شاء الله واسم نقول لك 1-0 ولا بيلونتيات يروحوا ويربحوا ان شاء الله. بونو يكون في نهارها ان شاء الله. ان شاء الله. وتحيه للشعب المغربي، الله يحفظك. بارك الله فيك. الحاج، كيفاش راه او كيفاش جاك الاداء تاع المنتخب المغربي في هذا المونديال؟ والله العظيم لا، فرحونا وشرفوا الامه العربيه والاسلاميه والافريقيه. وكيفاش، وهل انت راك من المشجعين تاع المنتخب المغربي؟ نعم بكل صراحه، نعم، اخواننا وجيراننا، نتمنوا لهم النجاح والتوفيق. واش راك تتوقع نتيجه نصف النهائي بين المنتخب الفرنسي؟ انا نتمنى المغاربه يربحوا، على خاطر حنايا فرنسا ما نشجعوهاش. فرنسا يعني تساوي الاستعمار. ما نساو حنا كجيل استقلال، ما نساوش الشيء اللي عملوا فينا فرنسا بالجزائر. حنا مع المغرب ما كيبو ديك كبار بيناتنا، الله يسهل عليهم. حنا شعب واحد. واش رايك في اداء المنتخب المغربي؟ اداء المنتخب المغربي راه اداء متحسن. يعني لحد الساعه راه وصل للنصف النهائي، يعني اداء يعني راه ممثل العرب ومشرف العرب احسن تشريف لحد الساعه. السؤال الثاني اخي الكريم، واش راح تشجع المنتخب الفرنسي او المنتخب المغربي في النصف النهائي؟ هنا المنتخب بجوج منتخبات قويين. ولكن انت الميول تاعك وين؟ الميول ديالي المنتخب المغربي اكيد، لانه منتخب عربي ونتمنوا له النجاح ان شاء الله. النتيجه المتوقعه؟ النتيجه صعبه. نقول 1-0.
خويا العزيز، فيما يخص مباراة المغرب ضد فرنسا، واش اولا ديجا كيفاش راه يبان لك المنتخب المغربي حاليا في هذه الدورة، دورة قطر 2022؟ ايوا ما شاء الله خويا، والله يسهل على كل مؤمن ان شاء الله بربي. الله يحفظك، بارك الله فيك. هل انت راك من المشجعين تاع المنتخب المغربي؟ المشجع تاع كاع المسلمين. الله يحفظك، هذه كلمة مليحة، الله يعطيك الخير. تبارك الله عليك. النتيجة اللي توقعها في المباراة؟ تم العلم لله علم الغيب. الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا. والله خوتنا المرة كانوا فرحونا، لعبوا مزيان وفرحنا الفوز تاعهم امام اول البرتغال وامام الاسبان، يعني راهم شرفوا المنطقه المغاربيه كاع، ورحنا معاهم في ان شاء الله يوصلوا الفينال، وان شاء الله يدوا لا كوب، علاش لا؟ احنا الشعب الجزائري والشعب المغربي لا كيما فرحوا معنا هما في لا كوب دافريك، احنا نفرحوا معاهم درك هنا في لا كوب دو موند، ورحنا شعب واحد، احنا والمغرب رحنا شعب واحد. ما خلينا من الخلافات تاع الانظمه، بصح الشعوب راها واحده موحده، عندنا نساب عندهم وعندهم نساب عندنا، ودينا من عندهم، راحنا شعب واحد، وان شاء الله يفوز، وان شاء الله الفينال، وان شاء الله يطلعوا الكاس عاليا ان شاء الله. شحال تتوقع النتيجه امام المنتخب الفرنسي في النصف النهائي؟ والله ماتش صعيب، لكن اشعر بان المنتخب المغربي راح يفوز. الامور راح تسير باش يقول المنتخب المغربي راح يكون في الفينال النهائي ان شاء الله، في النهائي يكون، وان شاء الله يفوز المنتخب المغربي على فرنسا اللي معظم الجوار تاعها راهم من جنسيات مختلفه وجنسوهم وراهم في فرنسا، بصح ان شاء الله المنتخب اسود الاطلس راح يحقق المعجزه وراح يوصل للفينال ان شاء الله ويدي لاكوب ان شاء الله. واش رايك في الاداء تاع المنتخب المغربي في كاس العالم 2022 قطر؟ اولا تحيه كبيره للمنتخب المغربي لانه يقدم في اداء خرافي، كما ان اللاعبون يلعبون بحراره قلب كما كنا نلعبوا هنا في 2019. الله يبارك، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق ان شاء الله، وربي يسهل لهم في الماتش الماجي. فيما يخص مباراة نصف النهائي امام المنتخب الفرنسي، كيفاش تتوقع النتيجة؟ صراحة بالنسبة لي نتوقع المنتخب المغربي يفوز. وماذا بينا، راه ممثل العرب ونتمنوا له كل خير وبارك الله فيك. الله فيك بارك الله يحفظك. واش رايك في اداء المنتخب المغربي في هذا المونديال؟ كان لعبوا غايه بالحق ديال ربي. واش تتوقع النتيجه تاع النصف النهائي امام المنتخب الفرنسي؟ بالك المغرب تربح على حسب لي جوار، شوف على حسب التشكيله اللي يعملوها. كاش راه جايك الاداء تاع المنتخب المغربي في مونديال قطر؟ المنتخب المغربي راه قدم مباريات جدا وراه تحسن مباراه على مباراه. واش رايك في الاداء او النتيجه تاع المنتخب المغربي، وهل سوف تشجع المنتخب المغربي في نصف النهائي ضد فرنسا؟ المنتخب المغربي راه يلعب جيدا، ومنتخب عود فرنسا حتى هي راه تلعب منتخب مليح، بزوج بهم منتخب غايه، والنتيجه انا اقول 2 المغرب. ما راك تشجع المنتخب المغربي؟ مليح نشجعه.